عاوز من حضرتك نصيحة. بالنسبه للمرضى طبعا يعني انا هدي نصيحه ان خلوا بالكم ان الحقن المجهري فيه جزء تجاري. عاوز من حضرتك نصيحة تقدمها للجونيور ستاف في الحقن المجهري، ونصيحة تقدمها للمرضى اللي داخلين على برنامج الحقن المجهري. بص طبعا هو حضرتك اثرت في الاول خالص نقطه مهمه قوي بالنسبه للجونيور ستاف، ان ما حدش يحاول يعمل حاجه هو ما بيعرفش يعملها. يعني ما ينفعش مثلا يحاول يعمل حقن مجهري اصل انا هكلم زميلي في التليفون اساله كده ابقى اعمل ايه، وبعد كده اروح اسحبه والنقل انا لا بعرف اعمل ده ولا بعرف اعمل ده، بس هجيب حد يقف معايا. ما حدش بيتعلم كده يعني في طرق الواحد يتعلم. هو الاول ان هو يساعد وبعد كده يتساعد وبعد كده يشتغل لوحده وكده يشتغل لوحده خالص. بالنسبه للمرضى طبعا يعني انا هدي نصيحه ان خلوا بالكم ان الحقن المجهري فيه جزء تجاري وفي جزء مبني على الدليل العلمي. الجزء التجاري ناتج ان كذا وكذا وكذا بفلوس، اي فلوس احنا بناخدها من المريض احنا بنكسب فيها، فاحنا مصلحتنا ان احنا تعمل حاجات كتير قوي، بس حاجات كتير قوي ملهاش اي اساس علمي. الناس لما بتعمل حقن مجهري وربنا ما كرمهاش تقول لك لا اصل الدكتور ما عمليش كذا وكذا عشان هي قرت على الانترنت وسمعت من صاحبتها، بينما ان كذا وكذا كذا ملوش اي فايده. يعني اكيد الدكتور يعرفه، يعني احنا الاثنين في مركب واحد، تمام، واحنا يهمنا مصلحتك ويهمنا احنا ما نرهقش ماديا. فما تخيلش ان احنا ما عملناش الحاجات دي فمعناته ان احنا مقصرين معاكي او احنا استعجلنا او احنا ما كناش نعرف الكلام ده. لا طبعا نعرفه كويس جدا، بس احنا عارفين كويس قوي الحاجات دي ما بتفيدش بحاجه.